جدا للجدل في الاوساط الثقافيه. بعد بيت من اللحم حط يوسف ادريس في المجموعه دي قصه اخرى اكثر خياليه واكثر تلميحيه، اللي هي أكان لابد يا ليلي أن تضيئي النور. ليلي أكان لابد يا ليلي أن تضيئي النور. ده برضه كانت اسمها ليلى، بس هو لما كان بيدلعها يقول لها ليلي. ده برضه أحد القصص اللي اتعملت سيناريو واترفض من الرقابة على المصنفات. بس اتعمل فيلم أخيرا كان بطولة عمرو واكد اسمه برضه بنفس الاسم، كان لابد يا ليلي أن تضيئي النور. واتعمل فيلم، وفيلم رائع جدا جدا جدا، ودخل على ساعتين. وبيت من لحم اتعمل برضه فيلم، والبطولة بتاعته محمد رمضان مع 3 ممثلات، بس ما كانش كفيف. احكي يا شهرزاد. هو زي موازي ليه بس مش هو. تستكمل الحكي. أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور. احنا نبتدي نقول كده كلمتين في الأول من ما كتب يوسف إدريس. في البدء كانت النكتة، وفي النهاية ربما أيضا تكون. والنكتة في النكتة إنها ليست نكتة، ولكنها واقعة حدثت لأهل النكتة، صناعها المهرة ورواتها العتاد. النكتة لم تكن أن تستيقظ هذا العدد الكبير من الناس لأول مرة في تاريخ حي البطنية وكر الحشيش والأفيون والسيكونات ليؤدوا صلاة الفجر. هو الذين يبدأ نومهم بأذان الفجر. وليست النكتة أيضا أنهم أدوا الصلاة أنصاف مساطيل، أنصاف يقظة. ينسى الواحد منهم أنه قرأ الفاتحة فأقرأها الثانية ويعود ينساها، أو يعود يتذكر فيعود ينوي الصلاة من منتصف الصلاة. النكتة في الحقيقة حدثت قرب نهاية الصلاة، نكتة لا تزال تنفجر بها صدور الحشاشين في الحي، أولئك الذين تعايشوا مع النكت المروية حتى ألفوها، فما كانوا يعثرون على نكتة حقيقية صارخة دارت وقائعها أمام أعينهم حتى تلقفوها كما يتلقفون الشيشات.